السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أميرة أبو زيد. هنعمل النهاردة وصفة سهلة جدا وسريعة ومن الأكلات الصيفية، بس شكلها جديد مختلف وطعمها تحفة جدا. هنجرب الفراخ بطريقتي كده والصوصات اللي احنا هنعملها دي هتعجبكم جدا. معايا هنا 3 صدور من الفراخ. دي فراخ بنشتريها كده من عند الفراخي، بنقول له انا عايزة فراخ بانيه بس ما تكونش متشرحة، تكون الصدر كامل كده زي ما انتم شايفين، بدون جلد وبدون عظم وبدون الأجنحة. بعد كده باجيب الفراخ زي ما انتم شايفين وانا بقطعها كده بالشكل ده. بدي الاول شكل متوازي كده، وبعد كده بعكس الفرخة زي ما انتم شايفين كده. انا بشرحها في الاول اهيت، وبرجع اعمل العكس كده علشان يديني شكل السمبوسكية كده. وطبعا احنا مش بنوصل بالسكينة لتحت، انا هنا بس بشرح من فوق علشان تديني شكل حلو، وكمان الفراخ دي تاخد الطعم التتبيلة والصوصات اللي احنا هنحطها لها. تمام كده. كده خلصت 3 قطع عملتهم. بجيب هنا في صينية او طاسة على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمن البلدي، وحطيت شوية من الزيت، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا. بعد كده هجيب الفراخ بتاعي وهديها صدمة على الجنبين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الزيت بيتخانق معانا والمادة الدهنية عامة بتتخانق معانا. ادي كده للفراخ كده صدمة من كل جنب لحد ما تاخد معايا لون ذهبي حلو. هنبدأ نطلعها في الطبق وهنشوف احنا هنكمل الوصفة مع بعض ازاي. تمام كده. انتوا عارفين اللي هو هي دي كده تمام. بقلب بقى الجنب التاني. خلاص كده، شايفين اللون، شايفين الجمال بقى وشكلها اللي يفتح النفس دي وهي لسه ما استوتش اساسا. شايفين ما شاء الله التفتيحات اللي احنا عملناها بالسكينة عملت ازاي، ادتني الشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. القطعة التالتة دي لسه برضو عايزة تاخد لون شوية، فانا هبدأ هقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون زي الباقي كده، زي القطعتين التانيين دول. خلاص دي هقلبها كده وهطلع دي. بعد ما تاخد اللون هي كمان هطلعها، وهجيب هنا بصلاية كبيرة متقطعة جوليان او مفرومة في الكبة او مبشورة. ببدأ كده اشوحها في الطاسة كده زي ما كانت فيها الفراخ. بعد ما بشوح البصل ببدأ هنا اجيب فص ثوم كبير وبفرمه هو كمان. تمام كده. هبدأ اقلب كده وبعدين هشم من ريحة البصل والثوم والجنان بتاعهم ده، بيبقى ريحتهم تحفة لوحدهم. هحط هنا بقى شوية من الملح علشان يدبل لي البصل بسرعة. انا عاوزاكم تجربوا الوصفة دي بجد حلوة جدا وسهلة ومتاخدش وقت خالص على النار ولا في التحضير. معلقة كبيرة من الدقيق هبدأ كده اشوحها في البصل، وعلشان تديني قوام تقيل للصوص اللي احنا هنعمله. تمام. هبدأ هنا بقى اجيب شوية من المية المغلية وهغلي او هسوي شوية الصوص ده، وهبدأ هنا انكه بقى البهارات بتاعتي. هنحط البهارات للصوص. بحط هنا رشة من الفلفل الاسود، وكمان هحط معلقة صغيرة من 7 بهارات او بهارات الفراخ لو متوفرة عندك. بحط رشة بسيطة كده من الهيل المطحون او الحبهان، وبحط كمان هنا وبضيف هنا معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة بتكون مليانة، وبحط رشة من الزعتر بفركها كده بايديا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب هنا معلقتين 3 كبار من الصلصة اللي هو المعجون الطماطم، وببدأ كده اقلب كل الكلام ده مع بعضه. شايفين لونه تحفة ازاي، حلو جدا، طعمه كمان حلو قوي. بحط هنا معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وكمان معلقتين من الصويا صوص. بصوا الجمال بقى، الصوص ده تحفة جدا 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 فوق ما تتصوروا، بجد والله طعمه حلو قوي.
هيخلّي الفراخ طعمها جميل، وكمان أنا هاقدّمها هنا مع ممكن نقدّمها مع رز أو مكرونة، بجد طعمها خيال. هنا عشان البصل بصراحة شكله مش لطيف بالنسبة لي، فحبيت إن أنا أضربه كده لحد ما يبقى القوام بتاعه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عشان كده قُلت لكم في الأول تقدروا إن أنتم تخلّوا البصل بتاعِك مبشور، علشان ما تب ت يعني ما تبقيش تضربيه بعد كده، يعني يكون مبشور، هيكون ناعم مش هيبان شكله مع الصوص. لكن أنا ضربته عشان كان ظاهر جدًا معايا، فأنا هنا بعد ما الصوص قوامه بقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، حطيت هنا الفراخ تكمّل سواها، وبعد كده خلاص الصوص تقل معايا والفراخ كمان استوت معايا، وبدأت هنا أسلُق شوية من المكرونة. طبعًا إحنا بنضبّط الملح بتاعنا، شايفين القوام بتاعها تحفة إزاي. أنا هنا سلقت مكرونة سباكيتي، وهابدأ هنا آخد الفراخ بتاعي كده، باحط شوية من الصوص، وهاضيف هنا بقى الفراخ. شايفين الوصفة سهلة جدًا بسيطة، وكمان شكلها وطعمها تحفة، وتغيير كمان عن المعتاد. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكلها جميل جدًا، عاوزاكم إن شاء الله تجربوها. وصفة سهلة بسيطة وطعمها يجنن. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب باسم أميرة أبو زيد بالعربي، وعلى بيدج القناة على الفيسبوك باسم أميرة أبو زيد بالعربي وبالإنجليش. هاشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.